حاليا في مكناس نايضه روينه بين السلطات ونساء المدينه، وهذا الشيء كامل بسبب شركه سيكون. هذه الشركه اللي كانت متخصصه في صناعه الملابس والتصدير ديالها للدول الغربيه بحال اوروبا وامريكا. هذه الشركه اللي غتوقف في 2021. من ذاك الوقت عمال الشركه اللي تم توقيفهم بشكل اجباري كيناضلوا وكيطالبوا بحقهم، ولكن للاسف ما لقاوش استجابه. هذا الشيء اللي غيخلي الامور تزيد تكبر اواخر شهر 7. في كل مره كيطالبوا عمال سيكون بالتعويضات ديالهم كيتعرضوا للقمع وكيتفاجئوا بالرفض. مؤخرا كانت احتجاجات واسعه وشملت اماكن حساسه بحال الاحتجاج اللي كان امام فندق الريف في وسط المدينه. هذا الاحتجاج اللي غير مسار اللعبه وخرج القضيه الراي العام. من بعد هاد العمال اللي العدد ديالهم كيتراوح اكثر من 500 عامل و90% منهم نساء غيقرروا يديروا واحد الاحتجاج استباقي اللي زاد بين معاناه هاد الساكنه فين خلات تكون مواجهه مباشره بين السلطات والعمال. وهنا فين خرجت القضيه الراي العام وانتشرت بشكل واسع، وكانت مواجهه شبه حاده بين السلطات والعمال. هاد العمال اللي بدورهم كانوا كيعانيو قبل 2017 ما كانوش قادرين يهضروا بحكم انهم كانوا كياكلوا طرف الخبز من الشركه. وهذا الشيء اللي كيعيشوه هاد الناس حاليا كيعيشوه عمال الكابلاج. فين ما مشيتي حاليا في المغرب غتلقى عمال الكابلاج كيعانيو، وخصوصا في جهه قنيطره وجهه طنجه. ولكن بلاتي خلينا من هاد الشيء واجي نشوفوا حقيقه مكناس. يمكن نقولوا ان مكناس من بين المدن اللي عرفت تخلف او تراجع اقتصادي كبير. فإلا جينا احصائيات المندوبيه الساميه بين 2014 و2024 لقاو في مكناس ارتفعت نسبه البطاله من 17% ل 21. زاد عليها ضعف وتراجع الخدمات خصوصا بحال النقل اللي عرف اوضاع كارثيه. وكاملين شفنا شنو وقع من توقف شركات الحافلات اواخر شهر 6، كيفاش ولا اكتضاد واستغلال من طرف بعض وسائل النقل. وهذا الشيء كامل زاد عليه ضعف قطاع الصحه. فتخيل معايا المستشفى الاقليمي ديال محمد الخامس اللي كيصرف تقريبا على جهه مكناس كامله. احصائيات كتقول لك انه كاين نقص حاد في الاطباء اضافه الى احتقان داخل المستشفى بسبب سوء التدبير، لدرجه انه كاين نقص كذلك في طبيب التخدير. هذا الطبيب اللي كنت تعتبر ضروري داخل المستشفى لانه ما يمكنش تجري اي عمليه الا بوجوده. وهذا الشيء كامل تراكم وهو اللي خلى ساكنه مكناس تخرج تدافع على حقها. هذا الشيء اللي خلى ناس مكناس حاليا يشوفوا ان مكناس ما محتاجاش المواسم كثر ما هو محتاجه الصحه والعمل. هاد الناس راهم متضرروا عليها خرجوا يدافعوا على حقهم، فبغيناهم ياخذوا حقهم. بغيناك انت اللي كتشوف هذا الفيديو تشارك صوتهم. بغينا صناع المحتوى حتى هما يوقفوا في جنبهم. ولا خدم 40 عام الان في الشارع.